موت يا حمار. في قديم الزمان كان في ملك شاف حمار داخل حديقة قصره. أمر الجنود بإحضار الحمار وقتله. أحد وزراء الملك اتعجب من أمر الملك بقتل الحمار، حاول يقنع الملك إن ده حيوان وما بيفهمش يعني، ومن الظلم قتله لمجرد إنه دخل بستان القصر. الملك ما سمعش كلام الوزير وأصر على رأيه علشان الحمار يتعلم القوانين الملكية وما يتخطاهاش. تخيل دماغ الملك راحت في أنهي حتة. وللخروج من الموقف ده اتقدم راجل بعرض للملك إنه هيتكفل بتعليم الحمار القوانين الملكية، بشرط إن الملك يمهله 10 سنوات ويديله قصر يعيش فيه أثناء تعليم الحمار القوانين الملكية. طبعا بدماغ الملك اللي في المهلبية دي وافق على طلب الراجل ده واداله قصر و10 سنين لتعليم الحمار القوانين الملكية. الراجل خرج من عند الملك وخد الحمار وراح لزوجته وهو سعيد، وقعد يحكي لها اللي حصل. زوجته اتعجبت وقالت له: يعني انت هتقدر تعلم الحمار القوانين الملكية؟ الراجل رد عليها: بعد 10 سنوات يمكن الملك يموت، أو أنا أموت، أو الحمار يموت. وموت يا حمار.